المهلة خلصت خلاص. هقتل الرهينة كل نص ساعة وهفضح بالكابتن. لو ما جبتولناش طلباتنا ونفذتوها هفجر المركب خلال ساعتين. هيفجروا المركب؟ يا ريت يا سياده اللواء تفهمنا الموقف ايه دلوقتي بالظبط. زي ما انتوا شايفين في الكاميرا اللي على المركب اللي بيدونا منها التعليمات ان الارهابيين بيهددونا انهم هيفجروا المركب خلال ساعتين، لكن احنا لسه قدامنا وقت على ما نفكر نقتحم المركب. ولماذا لم يتم الاستعانه بالرجل العنابي او الرجل الشرطي حتى الان؟ اظن زي ما انتوا شايفين الراجل الشرطي جاهز، لكن الراجل العنابي لو بطل قومي زي ما بيقولوا يبقى مش محتاج دعوه، وكويس ان ده حصل قدامكم عشان تعرفوا مين اللي قلبه على مصلحه البلد ومين اللي ما يهموش الا مصلحته. ايوه تيسير، جاهز؟ الرجل العنابي ابدأ فورا. ويلكم ويلكم راشن، ويلكم 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 من ايجيبت. الحمد لله على سلامة حضرتك يا فندم. تقدري تقولي لنا ايه اللي حصل على المركب بالظبط؟ الراجل العنابي جه بص علينا لقى الارهابيين فص ملح وداب هرب الجبان، لكن الراجل الشرطي الله يكرمه الله يستر اصله ويعلي مراتبه كمان وكمان انقذنا وضرب الارهابيين الله يكرمه ويرقيه. نفسي اشوف بقى الراجل اللواء، اشوف الراجل اللواء. مبروك يا فندم على عودة الراين سالمين. وتقدر سعادتك تقول لنا ايه اخر التطورات؟ في الحقيقة بعد فشل الراجل العنابي في مهمته وهروبه بشكل مؤسف اضطرينا اننا ندفع بالراجل الشرطي لانقاذ الرهائن والسيطرة على الوضع والقبض على التشكيل الارهابي دون اراقة نقطة دماء واحدة. طب سعادتك ما هو تفسيرك لانسحاب الراجل العنابي من الحادث؟ في الحقيقة هو احسن واحد يرد على السؤال ده الاستاذ صريح الفيل رئيس حزب الصراحة راحة. وهل اعلنت اي جماعه مسؤوليتها عن الحادث؟ ابني يا سياده اللواء، ابني كان معايا على المركب ومش لاقياه. هاتولي ابني، هاتولي ابني. معلش يا ست تمالكي اعصابك. هو متهيألي أنا كده عملت اللي عليا وزيادة. تسلم يا دكتور. فين الريموتات اللي قلت عليها؟ الفلوس إيه؟ الفلوس اتحطت في حسابك الصبح وده الإيصال. تمام. امسك يا باشمهندس مدحت. الاسوره دي انتوا هتركبوها في ايد الرجل العناب. جواها محلول صوديوم كلورايد. بمعنى ايه؟ ده مركز الملح في محلول مائي. عن طريق الاسوره دي هنقدر نضخ الملح في جسم الرجل العناب ونتحكم فيه عن طريق الريموت ده. مش فاهم. الزرار اللي في الاول ده بيتحكم في كميه ضخ الملح في جسم الرجل العناب.
الزرار التاني بيتحكم في سرعه ضخ الدم في جسم الرجل العناب. والزرار التالت؟ لا ده بيشغل موسيقى لو حبيت تتسلى وانت معاه. تفتكر الزرار ده يا مدحت؟ الشنطه دي انا بقدمها لك هديه مع الجهاز. الجراب ده علشان لو خرجت الرجل العناب من المايه ما يتجرحش منك. ده شاحن عربيه، في هنا اكتر من 10 ريموتات، دي وصلة اوديو فيديو عشان لو حبيت تشغله على التلفزيون. تمام يا دكتور. ميرسي قوي يا دكتور على الواجب اللي انت عملته مع مصر. انا مش عايزك تشكرني، انا عايزك تحط لي الرجل العناب في عينيك قوي، ده غالي عندي قوي. مش اغلى مني يا دكتور. تقدر تروح انت دلوقتي. طب وبالنسبه يا فندم ليه انا كمان اروح ولا ايه؟ خده وفك يا مدحت. اتفضل. امسك يا مدحت. ازود لك الملح ولا كويس كده؟ عرفت يا عنابي ان انت ما تسواش اي حاجه من غير الحكومه؟ لا الطيران نفعك، ولا صريح الفيل نفعك، ولا بيرم اللي عمل العنابي نفعك، كله باعك. وعارف الناس بتقول عليك ايه دلوقتي؟ بتقول عليك شواف. شواف. ما قدرتش تقف قدام الرجل الشرطي. مش قال الاوان بقى هنقلع الماسك ده ونشوف مين الرجل العنابي اللي مدوخ الدنيا كلها؟ عصفور الجنينه؟ عصفور الجنينه؟ الواد بيرم بيشتغلني ولا ايه؟ انت الرجل العنابي؟ ايوه انا الزفت، بس ادينا اهو مغلغل تحت رجلين الرجل الشرطي. لحظه كان نفسي فيها من زمان يا عنابي. سيبنا روح يا باشا، وانا وعدك مش هشتغل سوبر تاني. انا اللي اوعدك يا عصفور انك عمرك ما هتشتغل سوبر تاني، ومن هنا ورايح تعتبر نفسك ميت. تيسير، انت واقف ترغي معاه؟ يا فندم الرجل العنابي طلع عصفور الجنينه المطرب. عصفور ولا حمامه ما يخصنيش، المهم ما يطيرش مني، ومش عايز جنس صحفي يهاوب ناحيه المكان. حاضر يا فندم. احنا هنعدمه ولا هيموت متخلل في مكانه هنا يا فندم؟ لا لسه، لما الامور تهدى شويه. طول ما هو مختفي يبقى قدام الرأي العام هربان من مسؤوليه انقاذ الرهائن، وكل ما يختفي اكتر يبقى قدام الرأي العام وقدام الناس جبان. سيبه متلقح زي ما هو. اوامرك يا فندم. زودوا الملح. تصبح على خير يا نجم. ما تطلعني من المختص ده يا سياده النقيب. 5 بس افك ميه واجي. انت اي حاجه عايز تعملها يا عصفور ممكن تعملها في المختص ده. فك ميه عادي براحتك. الملح هياكلني يا سياده النقيب. وعشان كده جايب لك حاجات بدل الملح على سبيل التغيير كده. شويه كمون بلدي، شويه فلفل اسود. انت لو بتفكر انك هتذلني يا سياده النقيب لازم تعرف ان الايام دول وهيجي لك يوم وهتبقى في قلب المختص ده. انا مش عايز اذلك يا عصفور، لان انا عرفت ان في واحد دخل الجنه عشان شرب كلب، وانا ناوي اخش الجنه عشان هاكل حيوان زيك. انا جايب لك شويه حاجات كده، شويه ترشي بلدي، شويه فول سوداني مملح. طبعا كان ممكن اجيب لك فول سوداني بالشوكولاته بس خفت تفوق علينا. زي بعض. اكسف. طب افتح بقك. استنى. خد يا عصفور. افتح بقك. ما تكسف عدل يا عم انت. استنى اخرس. يا عمي. لا لا النبي متلقح قدامي اهو. طب ما تجيلنا انت على هنا. ماشي، انا ممكن البسه الاسوره واجيبه. ساعة زمن وابقى عندك. هات الاسوره يا ابني. ايه يا باشا؟ لبسها له. لبسها له؟ صورة يا باشا. لبسها. انا مش فاهم حاجة يا باشا. اربط جامد يا ابني الله يكرمك. حصل يا باشا. يقرط عليا يا باشا. طلعه. حاضر يا باشا. هطلع بره المختص. يلا. اطلع يا حبيبي اطلع. نظفوه نشفوه.
ربنا يكرمك يا سياده النقيب.